واش عندك تجاعيد والبشرة ديالك ما موحداش؟ جبت لك اليوم وصفة طبيعية بمكونات بسيطة. تبعي معايا حتى الاخير وغتكتشفي السر اللي غيرجع الشباب للبشرة ديالك. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وفي صحه جيده. اليوم غادي نشارك معكم وصفه طبيعيه بمكونات بسيطه توحد اللون ديال البشره، كتعالج التصبغات، البقع الداكنه، وكذلك كتحارب لنا التجاعيد والخطوط الرقيقه. مكونات بسيطه فقط، يعني متواجده عندك في الدار. تقدري تقادي هذا الماسك هذا اللي غادي يرجع النضاره للبشره ديالك. بالنسبه للوصفه ديال اليوم غنحتاجوا واحد الاناء اولا كاسرونه اللي يعني غنديروا فوق البوطه، وغادي نديروا ملعقه من الارز. تقدروا تضاعفوا الكميه، كما كذلك تقدروا تقللوا الكميه، فمن الاحسن ديروا نفس الكميه اللي درت باش الماسك ما يبقاش لكم مده طويله ويفسد. فالمكون الاول هو الارز كما قلت، عفوا، اللي معروف عليه انه كيحارب لنا التجاعيد وكيوحد لنا اللون ديال البشره، وايضا كيعطي واحد الرطوبه والنعومه للبشره ديالنا. غادي نضيف كذلك قشور البرتقال اولا القشور ديال الليمون، يعني ماشي الحامض، الليمون البرتقال، فالفوائد ديالو زوينه بزاف للبشره، للتجاعيد. فكيوحد اللون ديال البشره، كينقي لنا المسام، كيحارب التجاعيد، كيشد لنا البشره ديالنا، ايضا كينقص من الكلف ومن الاثار ديال الشمس. فهو مقشر ايضا طبيعي، كيعطي واحد النعومه والرطوبه للشعر ديالنا. فمن بعد ما حكيت قشور البرتقال، يعني القليل فقط، غادي نضيف الماء اللي غادي يقدر يعني يطيب فيه داك الارز ديالنا، وغادي نديرو على النار اولا فوق البوطه حتى يطيب مزيان داك الارز ويطلق ليا داك قشور البرتقال في هاد الماء ديال الارز كما كتشوفوا معايا في الفيديو. دابا غادي ندوزو باش غادي نطحنوا هاد المكونات حتى نحصلوا على واحد الخليط اللي يكون يعني متجانس وكريمي وما يكونوش فيه التكتلات، يعني ويكون ناعم. فكما كتشوفوا معايا من بعد يعني ما طحنت الخليط ديالي، دابا غادي ندوز باش غادي نصفيه. هاد المرحله هذه ضروريه باش نتحصلوا على واحد الخليط اللي يكون ناعم ورطب على البشره ديالنا. سواء غادي نستعملوا يعني صفايه كما استعملت انا، اولا استعملوا قشرات لي باموس اللي كيكونوا خفاف ونقيين بطبيعه الحال، باش نصفيو الخليط ديالنا. كما قلت نحصلوا على واحد الخليط اللي يكون ناعم على البشره ديالنا. فغادي نصفيو هاد المكونات بجوج فقط. كما قلت راه خطيرين جدا للبشره، للتجاعيد، توحيد اللون ديال البشره. الناس اللي عندهم الكلف يداوموا على هاد الوصفه اللي غادي نشارك معكم، وغادي يشوف النتيجه زوينه بزاف. وكذلك الناس اللي عندهم التصبغات ديال الشمس، فالفصل ديال الشتاء هو الفصل المناسب باش يعني نتبعوا الوصفات الطبيعيه للبشره، للشعر، وكذلك للجسم، باش يعني يجي فصل الصيف ويعني يلقى البشره ديالنا نقيه ويعني ما فيهاش التصبغات. فمن بعد ما صفيت عفوا المكونات، دابا غادي نضيف ملعقه من الشوفان ديما كنقول لكم انه خطير جدا للتجاعيد، كيحارب التجاعيد، كيقوي ايضا داك الحاجز الجلدي اللي عندنا في البشره ديالنا، كيعطي واحد التقشير خفيف للبشره. كذلك غادي نضيف ملعقه من النشا اللي كتشد لينا البشره ديالنا، وكذلك كتعطي واحد الترطيب زوين بزاف للبشره وكتوحد اللون ديال البشره ديالنا. فغادي ندمج هاد المكونات ديالي مزيان. هاد المرحله هذه ضروري يعني تدمجوا مزيان هاد المكونات باش ما يبقاوش لينا دوك التكتلات في الماسك ديالنا. وكما قلت نحصلوا على واحد الخليط اللي سهل يعني في التطبيق على البشره ديالنا. في هذه المرحله هذه تقدروا تخليوا الماسك كما هكا، اولا تقدروا تضيفوا عفوا اي زيت متوفر عندكم اولا كيناسب النوع ديال البشره ديالكم. اي زيت كتفضلوها. الناس اللي عندهم بشره دهنيه يستعملوا زيت الجوجوبا، فهي خطيره جدا. الناس اللي عندهم البشره الجافه يستعملوا الجليسيرين اولا يستعملوا زيت اللوز الحلو، يعني زيوت اللي زوينه بزاف للبشره. فكما قلت اللي كيناسب البشره ديالكم استعملوه في هذه الوصفه. كما كذلك تقدروا تخليوه بلا زيت، يعني تخليو الماسك كما هو. غادي نحتاج هنا واحد القريعه، من الافضل تكون قريعه ديال الزاج، تكون معقمه وما فيهاش الماء باش يبقى لنا الخليط ديالنا اولا الماسك ديالنا اطول وقت ممكن. غادي نديرو في واحد القريعه وغادي نحتفظ به. بالنسبه للطريقه ديال الاستعمال، غادي نطبق الوصفه على
البشره اللي غادي تكون نظيفه من طبيعه الحال. هذا الماسك غادي تداوموا عليه اسبوع وغادي تشوفوا الفرق. ديروه يوميا وغادي تشوفوا واحد الفرق اللي زوين بزاف في البشره ديالكم، وواحد الترطيب اللي زوين بزاف بزاف. بالنسبه للطريقه ديال الاحتفاظ، غتحتفظوا به في الثلاجه لمده ديال 10 ايام حتى ل 15 يوم بطبيعه الحال في الباب ديال الثلاجه، و يعني القريعه تكون محكمه الاغلاق، كتسد مزيان باش ما يفسدش لكم الخليط اولا الماسك ديالكم. وحتى لهنا غادي نكونوا سالينا الوصفه ديال اليوم. كنتمنى تعجبكم، وكذلك كنتمنى تجربوها وتشاركوني التجارب ديالكم في التعليقات. تهلاو ليا فراسكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله بحول الله. ما تنسوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. تهلاو ليا فراسكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.